تونس. الأخبار. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة الوطنية للمطاعم والمقاهي والغرف الجهوية للمهنيين في هذا القطاع تعقد اجتماعا طارئا لتدارس التحركات الممكنة للتعبير عن رفضهم قرارات الحكومة التي تم اتخاذها في إطار الحجر الصحي الموجه. الخطوط التونسية السريعة تعلن أنها لن تنقل في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة المسافرين للحد من انتشار كوفيد-19 سوى المسافرين لأسباب مهنية والمسافرين للضرورة القصوى على الخطوط الرابطة بين مطار تونس قرطاج الدولي ومطارات جربة جرجيس وتوزر نفطة. جثمان النقاب الفقيد بوعلي المباركي يصل إلى مقر اتحاد الشغل بالعاصمة لتأبينه قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الجلاز بعد صلاة الظهر. المخرجة التونسية كوثر بن هنية تفوز بجائزة مهرجان الجونة السينمائي بالقاهرة عن أفضل فيلم عربي روائي طويل، الرجل الذي باع ظهره. وهذا الفيلم حاز في السابق على عديد الجوائز الدولية الأخرى على غرار الجائزة الكبرى للجمهور وجائزة لجنة التحكيم الشابة لمهرجان السينما المتوسطية بفرنسا، كما فاز أيضا بجائزتين في مهرجان البندقية. دوليا أكثر من 85 مليون ناخب يقترعون في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في انتخابات يتوقع أن تكون نسبة المشاركة فيها عالية جدا بعد أن حقق التصويت المبكر أرقاما قياسية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.